ضحكوا عليكي وفهموكي إن حقك أقل من حقه، وضحكوا عليك وفهموك إن أنت تقدر تسيطر على بني آدم تاني زيك لمجرد اختلاف النوع. غريبة، هو ما عدتش عليك آيات ربنا ولا إيه؟ ما عدتش عليك وليس الذكر كالأنثى؟ ما عداش عليك في العلوم التركيب البيولوجي والفرق بين الراجل والست؟ ما عداش عليك في الحياة معلومة للفرق السيكولوجي بين الراجل والست؟ ما تعرفش ان هي اكثر تحملا، اكثر قوة؟ حطوا عليكي عار كجسد، كشكل، كعقل، مع ان هم عارفين ومتأكدين ان انتي لو شغلتي دماغك عليهم هم الخسرانين. في نموذج فيديو انا حطاه عندي في الستوري لأنثى تم اغتصابها وبيعها وأسرها، ولما فكت ده كله وراحت للحرية اتقتلت من أخوها. تفتكروا ليه؟ عشان هي وحشة؟ لا، عشان هي مش إن هي تستحق. صدقي وأمني بنفسك إنك تستحقي، إن انتي أنثى مش مستنية إذن من حد عشان تكوني بني آدم مكرم عزيز. انتي جاية في الدنيا بتصريح من ربنا، مش من بني آدم زيه زيك له عليه زي ما انتي ليكي وعليكي. الجسم اللي انتي لابساه، حتى الجسم اللي هو لابسه، مش بتاعكم، ده أمانة معاكم مديها لكم الخالق. ما ينفعش حد يزايد عليه ولا ينتقص منه لمجرد النوع ده مش على هواه، أو لمجرد إن هو عايز يثبت لنفسه حاجة. خليكي مؤمنة بذاتك، لأن جوه ذاتك دي في روح الله، ما تقدريش تقللي منها. هو ربنا لما قال إن هو حط من روحه فينا فرق ما بين راجل وست، ولا هو قال لبني آدم أيها الرجل عشان تقدر توصف نفسك بالرجولة لازم تكون بتدي للنساء حاجاتهم اللي عندك، لازم تقدر تكون قوام بفلوس وبجهد، لازم تبذل عشان تاخد صفة الرجولة، مش تبذل لأي حد ولا لنفسك، تبذل للنساء، وتكون صادق في فطرتك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإيه عهد الله اللي عندك؟ عهد الله اللي حطه فيك الفطرة الطبيعية اللي انت جيت عليها. وتبقى كذاب لما تنكر ده، ولما تقول أصلا أنا عايز ست تشاركني، أو ست أنا مش عايز أصرف عليها. وتبقى كذاب لما تبقى شايفها شايلة حاجات مش بتاعتها وتقول إنك مرتاح. انت كائن غريب، وكائن بتتفنن في الكذب، لأن انت عارف إن راحتك إنك تكون مريح. الناس مش هتسيبك في حالك، طز في الناس. اللي يهمك ربنا، ربنا اللي جابك وجابها هنا بإذن منه هو، ربنا اللي جابك وجابها هنا على الفطرة السليمة الصحيحة، إن أنت تكون حماية ليها، تكون الداعم ليها، وبتبذل مجهودها عشان خاطرها، وإن هي تبقى جاية فخورة بأنوثتها. وطول ما هي في حماك وفي كنفك، طالما كنت أب أو زوج أو ابن أو أخ، تبقى حاسة بالأمان. وفي الحالة دي شوف كم الراحة اللي هي هتبقى فيها، وشوف كم الراحة اللي هتبقى عندك، وما تتلككش بالمجتمع والناس، وانتي ما تسيبيش الناس تتحكم فيكي. انتوا جايين هنا عشان تعيشوا فطرتكم اللي ربنا خلقها عليكم، مش عشان نبتدي نلقح كلام على بعض ونستهبل على بعض.